بدأت حياتها بتصور الإعلان الواحد يدوب ب200 جنيه لحد ما صبحت بتاخد في الإعلان 10 مليون جنيه وفي المسلسل 38 مليون جنيه. واعتمدت على روحها، فكانت بتصرف على نفسها وهي بنت 15 سنة يدوب. وأول ما وصلت 18 سنة جابت أول عربية في حياتها، هي دي ياسمين عبد العزيز، وحش الكون ونجمة السينما والتلفزيون، أغنى فنانة في مصر اللي عندها قط فرعوني نادر ثمنه 300 ألف جنيه. فلو عايزين تعرفوا حجم ثروتها وإزاي وصلت لإنها تبقى مليارديرة، تابعوا معانا الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجة. اتولدت ياسمين عبد العزيز يوم 16 يناير 1980، ولما كبرت اتخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي، وبدأت مشوارها الفني وهي عندها 12 سنة. كانت بتقدم إعلانات عن طريق شركة إنتاج بتديرها واحدة صاحبة والدتها، وفي سن 15 سنة كانت بتصرف على نفسها من شغلها ومجهودها، وراحت وقتها اشترت عربية سنة 1998 وشاركت لأول مرة في الدراما في مسلسل امرأة في زمن الحب اللي كان فتحة خير عليها في المجال. بعدها بقى بحوالي سنتين انضمت للسينما سنة 2000 واشتغلت في فيلم سنوات الغضب وفيلم جنون الحياة، وكان أول بطولة ليها سنة 2001 مع النجم أشرف عبد الباقي في فيلم رشة جريئة اللي حقق نجاح كبير ساعتها ولفت ليها الأنظار. بدأ اسم ياسمين عبد العزيز يلعلع في السوق، وكمان عملت مجموعة من الأفلام الجامدة طحن زي فيلم تمن دستة أشرار مع الفنان محمد رجب ونيكول سابا، وكان 2006. ومع الوقت أصبحت ياسمين عبد العزيز من أشهر نجمات السينما والتلفزيون والوسط الفني عموما، ووصلت كمان إنها أصبحت أعلى الفنانات أجر بصفة عامة لما وصل قيمة مشاركتها في المسلسلات لرقم خيالي، مش بياخدوا غير نجوم عمالقة زي عادل إمام. فكانت خدت في مسلسلها المعروف باسم هربانة منها مبلغ 38 مليون جنيه عشان تيجي بقى في المركز الثاني بعد الزعيم عادل إمام شخصيا. الغريب بقى إن أول أجر لياسمين عبد العزيز من الإعلانات كان 200 جنيه، وكانت عايزة تبقى مخرجة إعلانات، وقبلها كانت عايزة تبقى ضابط شرطة. الأغرب من كده إن البنت الصغيرة اللي بدأت حياتها ب200 جنيه وصل أجرها خلال الحملة الإعلانية الأخيرة اللي عملتها في شهر رمضان اللي فات ل10 مليون جنيه، ومرضيتش تاخد أقل من كده. وبتعتبر ياسمين عبد العزيز أغنى فنانة في مصر كلها حاليا، وكان تم تقدير حجم ثروتها بحسب بعض المصادر الإعلامية بحوالي 500 مليون جنيه مصري، وده لأنها بتاخد بين 30 ل 38 مليون جنيه أجر عن مسلسلاتها في رمضان، وده غير فلوس البرامج اللي بتستضيفها، وده يعتبر هو الأجر الأعلى قيمة بين نجوم الدراما باستثناء طبعا الزعيم عادل إمام. ياسمين عبد العزيز بتعتبر شخصية كريمة وبتشبرق على نفسها ومش حارمة روحها من حاجة، لدرجة إنها كانت جابت قط فرعوني نادر جدا وصل سعره لحوالي 30 ألف جنيه، وظهر معاها قبل كده وكان شكله يخوف. ساعتها خد تعليقات كتير من الناس. وفي النهاية بقى بنتمنى للفنانة ياسمين عبد العزيز حياة سعيدة في كل اختياراتها.